الاشتراكية هذه الندوة اللي هي حول موضوع التغطية الاجتماعية اللي كتدخل في إطار الاحتفاء ديال الحزب بالذكرى 80 ديالو، ونظمنا واحد العدد ديال الندوات في مختلف أنحاء المغرب. اليوم كنختموا بهذه الندوة حول هذا الموضوع الأساسي اللي كيهم المغاربة في حياتهم اليومية، أي كل ما هو مرتبط بالتغطية الاجتماعية وبولوجهم إلى العلاج وإلى العرض الصحي الموجود في بلادنا. وبالطبع هي كانت مناسبة كذلك باش واحد التجمع اللي قبل الندوة أننا نتناقشوا سياسيا شوية حول الأوضاع العامة في بلادنا، باش أولا نحملوا الخطاب لحزبنا، ثانيا نعبروا على مواقفنا من قضايا أساسية ما يجري بفلسطين اليوم والاحتلال الصهيوني الذي يواصل جرائم ديال الحرب ديالو الشنيعة ضد فلسطين، ما يحدث كذلك في المغرب من تطورات مرتبطة بمواصلة بلادنا للمعركة من أجل الوحدة الترابية، وفي نفس الوقت من ما يميز الساحة السياسية والديمقراطية لكن كذلك الاقتصادية والاجتماعية، رغم بعض الأعمال اللي يمكن نذكرها بالنسبة لهذه الحكومة، لكن في نفس الوقت أكدنا على أنها حكومة تتميز بنقائص كثيرة في مجالات متعددة، سواء تعلق الأمر بالفضاء الديمقراطي وضرورة إعطاء نفس جديد للإصلاح السياسي، وفي هذا المجال حكومة غائبة، أو تعلق الأمر بالقدرة على حمل تصور اقتصادي اللي قدر أنه ينتج الخيرات ويوزعها بشكل عادل. وهنا كذلك الأرقام ديال البطالة اللي أعطتها المندوبية السامية للشغل تؤكد، المندوبية السامية للتخطيط تؤكد العجز ديال الحكومة على هذا المستوى، بحيث أننا غاديين ونسبة البطالة كترتفع. أو تعلق الأمر أخيرا بمسألة اجتماعية، رغم هذا الورش الملكي الكبير ديال التغطية الاجتماعية وما استتبعه من دعم مباشر، فنلاحظ أن الحكومة ربما على مستوى الشكل تقول بأنها تصل إلى بلورة هذا الشعار ديال الدولة الاجتماعية، لكن على مستوى المضمون فهي بعيدة كل البعد على ذلك. ولذلك جئنا لنؤكد على أن حزب التقدم الاشتراكية اليوم يسعى إلى أن يبلور بالمجتمع واحد البديل تقدمي، بديل يساري على هذه الحكومة. وكنتمناو من الأعمال المشتركة اللي كنخوضوها اليوم مع إخواننا في الاتحاد الاشتراكي كنطمحوا إلى أن تشمل فصائل يسارية أخرى، مكونات مجتمعية مختلفة، المعارضة بالبرلمان، أننا نوصلوا إن شاء الله إلى أن نعطي نفس جديد للفكر الإصلاحي والفكر الديمقراطي الوطني.